سلامات بربوسة دين هاري رايع عيد الفطر ما في ظاهر دام باطن. شايفيني هنا عاملة ماليزية اجنن مش كده؟ المهم يلا بينا نتعرف على عادات وتقاليد ماليزيا في العيد، وبالمرة اترجم لكم الطلاسم اللي انا لسه قايلاها. ماليزيا من الدول الإسلامية الكبيرة برضو اللي موجودة في شرق آسيا، وعلى فكرة عادات وتقاليد ماليزيا وأندونيسيا متشابهين قوي إلى حد كبير. يعني السنة اللي فاتت أنا قلت لكم إن في أندونيسيا بيبقى كل الناس مسافرين لأماكن تانية سواء شغل أو دراسة، ولكن بيرجعوا القرى والمدن بتاعت موطنهم الأصلي في فترات العيد. نفس الوضع كده بيبقى موجود برضو في ماليزيا، بس بتبقى هجرة على الضيق كده مش كبيرة قوي زي بتاعت أندونيسيا، لأن معروف طبعا إن كل الناس بتحب إن هي تقضي المناسبات السعيدة زي مثلا العيد رمضان والحاجات دي بيحبوا ان هم يقضوهم مع اهاليهم. فالطبيعي ان في فترات العيد بتبقى كل المدن وكل الدنيا بكله بقى بيسافر راجع لاهله. وعلى عكس كل الدول اللي اتكلمنا عنهم في الفيديوهات اللي فاتت، في ماليزيا ما بيبقاش فيه فقرة الشوبينج بتاعت طول رمضان بقى وتجهيزات العيد والحاجات دي، لا هم بيبقوا بيحتفلوا ببساطة جدا في رمضان وفي العيد. يعني هم حتى في رمضان بيكتفوا ان هم بيعلقوا لوح مكتوب عليها سلامات بربوسة دين، ودي معناها رمضان مبارك. بس كده، ده كده مظاهر رمضان عندهم. يعني حتى روتين يوم الوقفة عندهم بسيط جدا. هما بيكتفوا ان هما بالنهار بيبقوا مسافرين بقى، اللي راجع القرية بتاعته واللي راجع المدينة بتاعته وهكذا، وبالليل ما بيعملوش حاجة غير ان هما بيتجمعوا قدام البيوت ويقعدوا بقى يكبروا بصوت عالي. في المدن بيعملوا العاب نارية ليلة الوقفة، وفي القرى بيحطوا قدام البيوت بتاعتهم مصابيح زيتية عشان تبقى يعني في جو في الشارع كده، والشارع منور بطريقة مختلفة عن الايام العادية. نفس العادات دي بالظبط كانت موجودة في اندونيسيا للي اتفرج او فاكر. ويوم العيد الصبح بيبداوا يجهزوا لصلاه العيد. الرجاله بتلبس الزي التقليدي بتاعهم بالوان فاتحه او منقوشه، والستات بيلبسوا نفس الزي برضو بس بيبقى واسع وفضفاض. وكمان عندهم عاده جميله جدا في حوار اللبس ده، كل بيت هناك بيختار ان هو يلبس لون معين، بيعملوا ماتشنج كده مع بعض. وبعد صلاه العيد كالعاده برضو بيبداوا بقى يسلموا على بعض والاحضان والحاجات الحلوه دي، ويعيدوا على بعض بجمله سلامات هاري رايا، دي معناها عيد سعيد او كل سنه وانت طيب. وبيردوا عليها بما في ظاهر دام باطن، دي يعني دعوه بالصحه كده، زي عندنا مثلا لما تقول لحد كل سنه وانت طيب يقولك وانت بالصحه والسلامه، دي نفس المعنى كده. واول حاجه بيعملوها بقى بعد صلاه العيد، المفروض تكونوا حفظتوا من الفيديوهات اللي فاتت، زياره المقابر. بس عندهم في زياره كمان للمقابر بتبقى قبل رمضان، دي بيروحوا فيها المقابر ينظفوها ويحطوا فيها ميه وورد ويظبطوها كده كانهم يعني بيدولهم تحيه كده قبل رمضان، وبرده بيروحوا يزوروهم في العيد. وبعد زياره المقابر بيروحوا بقى يزوروا بعض، ولكن مش الزيارات المتعارف عليها. يعني هم كان عندهم تقليد للزيارات دي، ولكن هم طوروه بمرور الوقت. قبل كده عندهم كانت بتبقى البيوت كلها مفتوحة، بيسيبوا بيبان البيت نفسها مفتوحة لأي حد ان هو يجي، وطبعا بيبقى فيه كرم ضيافة، اكل وحلويات وحاجات من دي. ده كان زمان، كانت تبقى كل الناس بقى بتروح تزور بعضها، الاهل والجيران وكده. بس بمرور الوقت وطبعا عدد الناس لما بقى كتير وكده، حبوا ان هم يطوروا من التقليد ده بشكل ان هو يساعد الناس دي كلها، وكمان ما يبقاش مقتصر على المسلمين بس، يبقى كمان دعوة عامة لكل الناس سواء مسلمين او مش مسلمين. اللي حابب يروح بيروح، واللي مش حابب خلاص. والتقليد ده سموه بتقليد البيت المفتوح. قبل العيد اهالي كل منطقة بيتجمعوا كده مع بعض ويشوفوا كل عيلة هتعمل اليوم ده عندها امتى، وكمان بيعلنوا عن البيت المفتوح ده بيبقى فين وعند مين وامتى، سواء مثلا ببوست على الفيسبوك او ينشروا في مجلة او يعلقوا حاجة عندهم في الشارع. واجازة العيد عندهم بتبقى اسبوع، فهم طول الاسبوع عندهم البيت المفتوح. زمان كانت عندهم كل البيوت مفتوحة وكل واحد بيروح المكان اللي هو عايزه. دلوقتي هو بيت واحد بس اللي مفتوح، كل الناس بتروح عنده. تاني يوم بيت تاني مختلف كل الناس تروح عنده، وهكذا لمدة 7 ايام. وكمان في القرى والاماكن اللي مش شعبية قوي، المدارس فيها بتعمل اليوم المفتوح ده للطلاب بامهاتهم، وبيبقى مسموح لهم ان هم يروحوا بلبس غير لبس المدرسة بقى في اليوم ده، لان عيد طبعا اكيد مش هيحكموا عليهم بلبس معين. وبالنسبة بقى لهدايا العيد، فهي عندهم بتتقدم في البيت المفتوح، وفي الغالب الهدية دي بتبقى سلة ملفوف فيها حلويات وعصاير واحيانا فاكهة. وفي خلال الزيارات عندهم بيقدموا لبعض الراية اللي هي العيدية، والعيدية بتتقدم في ظرف منقوش من بره ومكتوب عليه عبارات دينية. بالنسبة للعيدية في القرى بقى، فالاطفال هم اللي بيلفوا على البيوت يطلبوها، ده التقليد وده العادي عندهم. ومن مظاهر العيد عندهم ان فرق الفنون الشعبية بتقدم في الاماكن العامة عروض، بيبقى
الغالب فيها الاغاني الدينيه والعروض التراثيه. اما بالنسبه بقى لاكلات العيد عندهم فهي الاكلات بتاعه اندونيسيا، زياده عليهم بس الكحك المصري بتاعنا هم بقوا بيعملوه هناك، ولكن ده تقليد جديد عندهم مش موجود عندهم من زمان. واكلات العيد الرسميه اللي هم بيقدموها هناك سمبال جورينج اتي والكيتوبات والريندنج، دول هتلاقوا وصفاتهم في الفيديو بتاع اندونيسيا. اللي مش عارفهم يروح يشوفهم، واللي عارفهم او فاكر هم كانوا ايه يكتب لي في الكومنتات. وبالنسبه لحلويات العيد فهم عندهم 3 حلويات بيقدموها مع الكحك. اول حلوه وهي كوري رايا، وده بسكويت مكون من 9 طبقات عباره عن حليب جوز الهند مع الدقيق والسكر، ولكن كل طبقه فيهم بتبقى بطعم مختلف. تاني حلوه وهي حلوه اوندا اوندا، ودي بتبقى عباره عن كرات رز متغلفه بالسكر البني ومحطوطه في حليب جوز الهند. تقولوا لي بقى دي حلويات ازاي؟ والله مش عارفه، بس هي حلويات هناك. تالت حلوه والاخيره حلوه السيري موكا، ودي غريبه جدا بصراحه وكلنا لازم نستغربها. هي عباره عن كاستر بالرز، ولكن هي بتبقى طبقتين، طبقه كاستر وطبقه رز، والرز كمان مش مستوي بالطريقه المعتاده، هو بيبقى مستوي بالبخار. ودي بالنسبه لي تصنف من اغرب الحلويات اللي انا شفتها في اي دوله. وبس كده، ده كان كل اللي انا عرفته عن العيد في ماليزيا. وبرده لو اي حد منكم عنده معلومه او عادات وتقاليد انا ما قلتهاش او ما اعرفهاش يشاركني بيها في الكومنتات. واللي كمل الفيديو لحد اللحظه دي ينزل تحت في الكومنتات يسيب لي قلبين، وانا هعرف ان هو كمل الفيديو للاخر. وده طبعا كان اختبار بسيط سريع كده، بس مش هيعرفه غير اللي بيتفرج لحد الاخر. وبس كده، لو عجبكم الموضوع ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.